السلام عليكم، شراكم البنات، شراكم الزينات. جبت لكم اليوم حلوة الكوكياج اللذيذة، تجي هشة ومحشية وتذوب في الفم، وزيد وصفة اقتصادية وسهلة وبلا تعقيدات. نبداو على بركة الله الوصفة. بس عندك سكر كلاصي ديري، انا درت سكر حبيبات، ونخلطوا المكونات في بعضها حتى ينسجموا مع بعضنا، حتى يذوب لنا هذاك السكر كامل كيما راكم تشوفوا. نزيدو نجيبو واقتصادي وزيدي وقت الامتحان. هذا هو ما يديش وقت كما نقولوا، تقدري ديري فيه الكاطو تاعك وتفرحي وليداتك ان شاء الله ويجيبوا لك نتائج ان شاء الله مرضيه. هنايا نحطوا الكراميل تاعنا حنا في نص الحبه، في نص دوايه هكاك، ونهزوها ونديروها على شكل كوكياج، ونربطوا الاطراف تاعها كما راكم تشوفوا، كما راني نوضح لكم، كما قدمت لكم الحبه. ندير معكم حبه واحده اخرى، راكم تشوفوا في العجينه ماشي تلصق بصح طريه. هاوليكم الكراميل في النص، حاولوا ما تجلسوش تحاول باش ما يخرج لكمش منه من الاطراف. في الوقت هذا نكونوا شعلنا الفرن تاعنا ولا الكوزينير على 180 درجه. هاوليكم شوفوا كيفاش نقفلوا الاطراف تاعها. هاوليكم هاكوها قد تجي كوكياجه. نزيدو نديرو حبه واحده اخرى. بالنسبه للطياب تاعو راح يكون غير يرجع لي باللون الذهبي. هاي الكميه ليكم اللي جاتني. هنا بعد ما طابلي شفتوا التشققات هذوك، هذه دليل على انه الحلوه تاعك ناجحه. ومن هي سخونه نغطوها هكا بشكل كلاسيكي كما راكم تشوفوا. نشوفوها على طبق التقديم. هاي لكم الكميه اللي خرجت لي ما شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. باش نقسم معكم حتى هنا، شوفوا لي المنظر هذاك يهبل يهبل. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعطوني رايكم في التعليقات. انتظروني في وصفات قادمه بحول الله ان شاء الله يا ربي. سلام.